ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. إن الإنسان ده مخلوق صغير جدا. الأرض دي على عظيم خلقها هي بالنسبة للشمس أو الشمس قدها 1,300,000 مرة، والمجموعة الشمسية دي كلها هو عبارة عن 9 كواكب من ضمن 30 مليون كوكب داخل المجرة بتاعتنا. والمجرة بتاعتنا اللي فيها 30 مليون نجم هي عبارة عن مجرة بسيطة جدا من وسط مجموعة هائلة من المجرات اللي موجودة في الكون، اللي العلماء بيقولوا احنا شفنا بس منهم لحد دلوقتي 100 مليون مجرة، ومع التقدم ان شاء الله في أجهزة الرصد ممكن نصل إلى مليون مجرة موجودة في السماء. فأصبحت السماء بالنسبة لهم الآن عبارة عن ملايين المجرات. قالوا احنا عايزين نتكلم بلغة أعلى شوية من لغة المجرات، يبقى احنا هنقسم كل كام مليون مجرة نخليهم عنقود، وبدأوا يبصوا العناقيد مليانة ملايين المجرات، وكل مجرة مليانة ملايين من الكواكب. انت جزء من الكون ده كله، الكون اللي احنا قادرين نشوفه، مش الكون اللي احنا مش قادرين نشوفه خالص. ده احنا شيء بسيط جدا. ساعتها الانسان من هنا سبحان الله لا يملك فعلا الا انه يخضع لهذا الملك العظيم. والله يا اخواني انا كل ما اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مررت على جبريل ليلة اسري بي وهو كالحلث البالي من خشية الله، كأن بالضبط لو جبنا دي حتة قماشة ورمناها تتحرك خضعة في مكانها ما بتتحركش. النبي يقول لنا أنا ليلة ما أسري بي أنا مررت على جبريل، إن جبريل كان عامل ليلة الإسراء والمعراج لما النبي شافه زي الشنطة دي لما اترمت كده، خضوع وذل وانكسار بين يدي صاحب القوة في هذا الكون. هذا الخضوع وهذا الذل بين يدي الله عز وجل. بقول لكم الآن إن هذا الكون اللي احنا شايفين منه بس 100 مليون مجرة، الكون ده العظيم ده اللي بيقولوا احنا متصورين مع التقدم في العلوم الموجودة الآن ونجيب تلسكوب أكبر وأعظم والكلام ده نشوف مليون مجرة، لك أن تتخيل إن ده اللي وصل لعلمنا. ساعتها تقدر تستشعر ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقال يقبض الله عز وجل السماوات الحقيقية بقى اللي شايفينها واللي مش شايفينها، يجعل الله عز وجل السماوات السبع على أصبع، سماوات كلها بالمليون مجرة المنتظرين نشوفهم، يجعل الله عز وجل السماوات السبع على أصبع والأراضين على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. عرفت ليه الصحابة قلوبهم امتلأت بعظمة الله؟ عرفت ليه جبريل خضع في رحلة الإسراء والمعراج بين يدين ربنا؟ لأنه رأى من عظمة الله ما لا نرى.